السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، خير بصحة وسعادة. معاكم سلازار ومش لوحده. مع ماما. ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا جدا. اتفاجأت يا جماعة بعد ما رجعت أنا بتجديدات المطبخ الجديدة. عاملة مطبخ عروسة بصراحة، معرفش هي كانت بتجهز مين ولا عاملة مخصوص لمين بالظبط. كلها حاجات خفيفة وحاجات من البيت، إمكانيات خفيفة خالص، مش حاجات مكلفة. اي نعم، انا لسه راجع النهاردة الفجر، فأمي قالت لي هنعمل مع بعض الفطار دلوقتي ومش في أي حاجة. هنعمله كده بسرعة اتفاجئت إنها سريعة. جايبة حلة ضغط. حالة ضغط، وهنعمل فيها النهاردة. أنا قلت لكم هنعمل أنا عنها معرفش كل ده بتجيبه امتى. أما بتيجي. بلاقي حاجات لقطة وحاجات عليها تخفيضات، فأنا بجيبها. فبتنفعني بعد كده. الحاجات الأسعار بترفع جامد، فاللي بيجي بيعدي يا جماعة. فأي تخفيضات احنا أولى بالأيام ديت في أي حاجة زيادة كده، الحمد لله. النهاردة معانا هنعمل في حالة ضغط. هنعمل فول، هندمس فول. وهنعمل طعمية بس في الكبة. وهنعمل الحمص أنا نقعاه. احنا الصبح انا نقعاه امبارح بالليل، نقعت ده ونقعت الفول. هنركن ده دلوقتي لان هنعمل الاول الفول. مم. والطعميه برضو هنخليها دلوقتي اهي. هنعملها بعد ما نحط الفول على النار. احنا معانا دلوقتي اهم حاجه هنعملها. معانا حاجه الفول اهو. بسيط وسهل ومفيش اي افتكاسات خالص. ومعانا هنا الحله اهي يا حبايبي، بسم الله. ادي حله الضغط. ومعايا ميه مغليه في الكتل. انا غلياها. اشمعنى في الكاتب؟ انا غسلتها. ما هي لازم ميه مغليه عشان يمكن. احط ميه بارده واستنى. في. هي صوتها كده. اه. واستنى عشان تغلي وتعمل، هتاخد وقت. هي مش التانية كانت احمر برضه ولا انا كانت بيتهيألي؟ حبيبي التانية بتاع بيت العز الماجيك دي مانوال. مم. حتى الفتحة صعب شوية. ايه الفرق بقى؟ في الفتح. هنا دي الايد بتاعتها من فوق. التانية الماجيك دي ما فيهاش من فوق مقبض كده، لا ده هي ايه، بتدوس زرارين بيفتح مم. بيقفل بزرارين بس. بس تانية عائلي وحجمها كبير، فدي اه. صغيرة اهي. انا هستعملها. دي العلامة بتاعتها اهي 3. اتنين على 2 تلاتة على دي. 3 يعني تلتين الحلة ما مليان. واللي فوق ده عشان يدخل مساحة البخار. هحط فيها الفول والحاجة بتاعتكم، ونحط المية مغلية. هوراكم يا حبايب قلبي دلوقتي. بتعمل ايه بقى؟ إيه كده، انا شطفت الحلة تاني، انا غسلاها بس شطفتها تاني برضو. ادي الفول اكتر من ربع كيلو. يخش في نص كيلو. هتشوش دول. إيه، بنحط ربع كيلو فول. اه. إيه، تدميس على معلقتين كبار. إيه، مدشوش، اللي هو المدشوش ده الابيض اللي متقشر. ليه بقى؟ إيه، بيدي تخانه وطعمه بيبقى حلو قوي. مم. انا جربت بيه جميل. إيه، هنا 3 وحدات طماطم، 3 حبات طماطم. مم. ونص كوبايه عدس. مش بجبة برضو؟ لا اصفر. بجيب في ايه؟ ناس اصفر ده في بتاع ناس بيعملوه الكل. بجبة. لا لا. ما بتعملش كده خالص. إيه، هو هنا في ناس بتحط ليمون وتحط دقيق لا 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 دقيق؟ خالص. دقيق وميه عشان يتخن ويدي تقاله، وتحط معلقه كاري ايه كل ده؟ عشان يبقى اصفر. ولو احمر بيحطوا بابريكا. فانا بحب الفول على هو مش الاحمر طبيعته ده برضه اللي جميل. بيعملوه بقوطة مثلا؟ لا ده في البابريكا. دي افتكاسات يعني، هي حاجات زياده. افتكاسات. انا بتكلم هنا على الاساس ملناش اساسا. دعوة انا بيها. معايا هنا الكاتل مليان ميه مغليه، بسم الله. بصوا اهي ملناش دعوة بيها يعني. كده. يخاف يطلع عدس اصفر في هزوده الاخر. كمان شويه لحد العلامه دي. يخاف يطلع عدس وهحطه اصفر. على النار. يخاف يطلع عدس اصفر في الاخر، يعني مش كفايه ان انا بقى يعني شبعان منه في الجيش. ادي يا حبايب قلبي، احنا اهو جبنا قبل العلامه حاجه بسيطه عشان الفول مش كتير قوي، هيبقى مظبوط معانا. هنقفل عليها. نحطه كده. بسم الله. اهي. بصوا سهله في فتحها وفي قفلها. هيبقى دي قصاد دي كده. بسم الله. اهي كده. اهو. اتاكد ان هي اتقفلت صح. هحطها على النار. يلا بينا. بسم الله. اهو. او خليها على ورا عشان ما تبقاش عاليه. لان الحله صغيره، فالكبيره انا بحطها على ديت الحله الكبيره. مم. هنيجي كده. بسم الله. اهي. هنحطها كده يا جماعه. اهي يا حبايبي. اول ما هسمع الصفاره او صوت الصفاره هوطي عليها واسيبها. هسيبها ساعه بالظبط، لان انا نعمني امبارح في بيتنقل 4 ساعات، بيطول شويه. لما بعمله في الدماسه وبيكون ني، بياخد مني 12 ساعه بالظبط على النار، من 10 ل 12 ساعه. لان مم. بيبقى حبايه مش مبلوله، ايه بتبقى الفرق بقى؟ ناشفه. فبتاخد وقت جامد. لكن هنا لما يكون مبلول بياخد 4 ساعات، 4 ساعات ونص. على اه. حسب انت بتحبي الحبايه سليمه مهريه. يعني ده دي ذوقك. نسيبها 4 ساعات يعني؟ لا ديت عشان بتاخد مده، يعني ربع المده. امم. انا هحطها ساعه وبعد الساعه هفتح عليها وهشوفها. امم. عشان اول مره انا اعمل فيها دي، انا عملت في التانية. ولو ما عملت. فهشوفها بعد الساعه هيبقى مستوي ولا هيحتاج قد ولو ايه. ما هقول لكم على الوقت استواش. بالظبط. هنسوت عليها ونكملها، مفيش مشكله.
يلا بعد ما تستوي مع الصفاره هوطي عليها. تعالوا نعمل الطعميه. كده معانا حبايب قلبي الطعميه هنعملها، مفيش اي افتكاسات برده، حاجات خفيفه. انا معايا هنا فول مدشوش حوالي ربع كيلو، نقعاه. عايزه تنقعيه ممكن 4 ساعات، بيبدا من 4 ساعات، بس انا نقعاه من امبارح بيبقى طري. معايا نص حزمه بقدونس، نص حزمه كرات، معايا بصلايه، معايا قرن فلفل، معايا تومه، بس مش اكتر من كده. هنحط هنا البصل والفلفل والثوم، وبعدين وهنحط الخضره. بسم الله كده اهو. ادي حبايب قلبي حطيناها اهي فيها اهو. كده هنقفل عليها، نفضل نفرمها لغايه ما تطحن خالص، وبعد كده هنحط عليها الفول عشان الصوت بس. هطحنها واوريها لكم بعد ما تتطحن. بصوا حبايبي اتفرمت ازاي خالص اهي. هقفل كده، هشغل كده برضو واحطه من فوق. بصوا كده احط شويه بشويه لحد ما تتطحن. وبعدين ما تبدأش بس بالمتبل. كده على الواطي، بس هعملها على الشديده. قافل بس عشان الصوت. كده بقى بصوا بقى لونها عامل ازاي يا حبايبي. كده جاهزه اهي. ما فرق. امال ليه في المطاعم تبقى افتح؟ عشان بيحطوش خضره كتير، حاجه غاليه فبيحطوش كتير. لكن دي حاجه بيتي. بصوا ادي معلقه ملح صغيره، مش الملح اللي بتحط بعد هحط نص تاني. مش تحط برضه كده بعد حطيت معلقه ونص. مش تحط برضه بعد ما تخلص؟ لما هي كده خلصت انا هديها ضربه كده. ليه بقى؟ هي كده تخينه. لو عايزينها زي بتاعت المحلات تجيبي ربع كوبايه ميه وتحطيها معاها، تبقى تحفه. في طريقه تانية لو انت ما عندكيش محضر الطعام، الكبه مفرمه بتاعت اللحمه العاديه، لو ما عندكيش برضو هتعملها في الخلاط. في طريقه تانية بتتعمل وبتحط في الخلاط جميله جدا. لو حابين قولوا لي وانا اعملها لكم في الخلاط يا حبايبي اللي ما عندوش. كده ماشي في الخلاط. بصوا انا معايا اهي. بصوا يا دوبك معلقتين بس، هحطها كده بس. ايه فايدتهم بقى دول؟ هتشوف دلوقتي. بسم الله. ادي يا حبايبي بصوا لونها وشكلها فرقت بقى معلقتين الميه اللي انا حطيتهم. بصوا بسم الله. شايفين بقى اللون والخضار حاجه بقى بصوا يا حبايب قلبي، بصوا زيها زي بتاعت المطعم ازاي، جميله جدا لونها حلو قوي. ايوه ربع كيلو ب7 جنيه. يعني كل ده مال دول بس الحته دي كلها؟ يعني بصوا بالخضره بالفول كملش 10 جنيه. البتاع هتفرقع ورا. لا البتاع هتفرقع. لا لسه هيطلع صوت. ليه؟ لسه صوتها. بصوا يا حبايبي كده اهو. بصوا بقى الكميه دي لو من المطعم شوفوا هجيبوها بقد ايه. هنا مفيش حاجه اقل من 4 جنيه و5 جنيه في الفول والطعميه دي عشان يقسمها لك في المطعم، ولا 20 جنيه. فانا باقل من 10 جنيه كان عندي الخضره وجبت حزمه كرات بجنيه، والفول ب7 جنيه، يعني 8 جنيه بس. شوفي الكميه قد ايه. هاخد على قدينا والباقي هحطه في كيس. تعالوا نشوف فول التدميس والحله عامله ازاي. بصوا حبايبي اهي كده هنوصي عليها كده. كده هنوصي عليها وهنسيبها لمده ساعه بالظبط، وهنرجع نشوفها عامله ازاي. هيفرقع ده ولا لسه؟ هو ما هو البخار هي نظامها كده. طب ندخلها شويه. لا هي كده، هي مقفوله كده نظامها. هنسيبها بقى كده شويه وبعد كده نرجع لها كده. ايه ده بتعملي ايه؟ انت فتحت. انا بطلب بقيه الفطار. ايه ده؟ دي جبنه قريش عليها فلفل حامي ورومي وطماطم وخيار. ايه المفضله اللي باين؟ واللي على الوش دوت اخد بيحب عليها سمسم وحبه البركه. ودي الطعميه بحط عليها دي بعدين 3 على القد. هنعمل دلوقتي حطيت عليها سمسم. وايه ده؟ لا ده لوحده لسه بعد الفول. ديت خفيف كده. حبه البركه بتدي طعم حلو جدا. هنا سمسم وحبه البركه حطيت عليها. ونحط معاها كزبره والبيض بقى بضايه كده. هنكسر عليها بيضه
ونحمر بس، وده هنقلبه بس كده. بس كده. هنرجع بقى للفول، هنعمل الفول بعد ما نخلصه هنوريه له. وهنحط بدال الفول الحمص. كل اللي في معانا في الحمص ده انا هحطه في الفريزر خلاص، هشيله في اكياس مالناش دعوه بيه خلاص. ودول كده جاهزين، ده هتتقلب وده هتتعمل، هيتحط عليها البضايه اهي. هنا بقى انا هخلص الفول وهنقله في حاجه لحد ما يبرد. هحطه في اكياس واحطه في الفريزر. والحله هحط مكانها الحمص. هنعمل الحمص معانا، الحمص كوبايه طماطم وخمس فصوص ثوم وبصله صغيره بس. بعد ما، وهنحط معاه الملح بتاعه، وهنحط معلقه كمون. محبش بقى يعني. معلقه كمون. الليمون ما بيتحطش معاه عشان ما يمررش. اشمعنى؟ لا، الليمون بيتحط في الكوبايات، الليمون والشطه في الكوبايات. يعني في ناس بتحط الشطه كده في وسط ما بتعمله. كل ما بيسخن بيبقى حراق اكتر، بيعلى الحرقان بتاعه. ففي اطفال صغيره في البيت، ممكن لو حد بيعمل في اطفال صغيره في البيت عنده، ما ينفعش يتحط الشطه في الحله. بس احنا مش عندنا هنا اطفال. لا انا ما بقولكش عشانك انت، انا بتكلم اللي عندهم اطفال وبيحبوا الحمص. وده الشطه والليمون بره. الشطه والليمون بره. اصل في اطفال. لا ايوه، انا بتكلم اللي عندهم اطفال صغيرين. فحسيت ان في كلامك فيه. هنخلص الفول وهنحط لحاجة. ده مكانه يستوي. هو كده المفروض يبقى عدى ساعه. هو كده ساعه بالظبط يا حبايبي. كده هنشيلها من على النار كده. بسم الله اهو. بعدين هات النار، رجع النار شويه. بص كده، هسيبها لما يتبخر. بعد كده هفتحها واوريها لكم من قلبها عامله ازاي. ايه ده؟ بسم الله. بصوا بصوا حبايبي، بصوا عامله ازاي. مهريه خالص. بصوا يعني هي اقل من ساعه كمان، هي تاخد معاكي اقل من ساعه. بصوا من جوه، بصوا الحبايه مش مستحمله ايدي، تحفه بصراحه. هنفضيها ونحط مكانها الحمص. بس الحمص هيقعد 10 دقايق بالكثير، ربع ساعه. اشمعنى؟ الفول كانت قشرته جامده وليه قشره، فغير الحمص ناعمه جدا فمش هتستحمل. فهنخليه 10 دقايق، ربع ساعه بالكتير قوي، وهنكون طافين عليه. يلا نفضي ده ونحط الحمص. وادي حبايب قلبي فضيت الحله وغسلتها وحطيتها هنا. بصوا عامل ازاي، زبده مهري خالص، جميل جدا. ممكن تحطيه في تضربيه في الخلاط مع قطايه وبصلايه وقرن فلفل حامي، يبقى في الخلاط حلو جدا. تعملوه بقوطه زي ما انا هعمله بقوطه دلوقتي، محضره حاجته هعمله بقوطه عشان كده خليته حبوب. ممكن ترسيه تعمليه ببيض زي ما انت عايزه، بتشتغلي فيه ولونه حلو جدا. خد بالظبط ساعه لحوالي 10 دقايق، ومهري يعني على حسب، بياخد اقل من الساعه كمان. كده انا معايا الحله اهي، معايا اهو. نقول كده بسم الله كده الحمص كده اهو. هنحط معاه توم، فصوص توم والطماطم. وبعدين اهي كوبايه طماطم محترمه كده حلوه. وبعدين نزودها كده. هقطع معاه البصلايه والثوم. دول حوالي 5 فصوص ثوم كده رفيع اهو. ما تحطش كده. اشمعنى بتقطع ليه؟ بيتقطع ريحته بتبقى اكتر. الثوم بيتقطع رفيع، والبصل برضو رفيع، بيدي طعم حلو جدا. مش له فراخ. اشمعنى يعني؟ كده صغنن خالص. هحط عليها الميه المغليه، احطها على النار ربع ساعه. بعد كده هيتحضر بقى الحاجات بتاعته، الليمون والشطه بقى، وتظبطه وتشوفوه. حاجات سريعه ما خدتش وقت معانا. لو على النار العاديه والحله العاديه كانت هتاخد وقت جامد، ما كانش هينفع. هنديها الميه السخنه دلوقتي. بعد ما نديها الميه المغليه بصوا كده اهي، مليت الكاتل وحطيته اهي يا حبايبي. وبعدين نحط ملح كده، معلقه ملح حلوه كده اهوت، صغيره ونص كمان عشان معلقه صغيره مش كبيره. كمون، بحب الكمون جدا. معلقه كمون. يا لما مرقه دجاج وتبقى حلوه قوي. انا بحط مرقه دجاج فيه. ايه؟ ايوه انت بتتريق، انا فعلا بحط مرقه دجاج.
لا مش للدرجه دي. اه والله بتبقى طعمها حلو جدا. طعمها حلو جدا. ايوه، امال بابا بيحبها ليه؟ بس انت ورك فرخه بالمره الجايه. ده بقى الجديد فيها، لو حطيتي التركية دي لا تحفة تحفة تحفة. لا 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 لا، ده انا بهزر والله بهزر. انا دايما بعملها كده. دايما ايه ده؟ انا بهزر. لا والله وانا ما بهزرش. بص يا حبايبي، دي تركية جديدة، حطيها معاها تحفة. انت دايما بتاكلها كده. بس انت ورك فرخه بقى المره الجايه. طب جربوها وقولوا لي تعليقاتكم عامله ازاي. طب جربوها كده جماعة. وبس. ماشي يا حبايبي، هاجي كده نقول بسم الله. حط الغطا. استنى ايه؟ استنى عشان اهو. ولا نيجي كمان شويه؟ لا اهو استنى، تمام. عشان الدراع ده كان نازل، لازم يكون لفوق كده عشان تخش مظبوط. هنقول بسم الله كده اهو. اهي كده اتقفلت خلاص. نحطها على النار. وبعدين نحسب من بعد ما اول صفاره تغلي، اول صفاره هسمعها هوطي، سيبها ربع ساعه واطفي عليها وارجع اوريكم عامل ازاي. يلا بينا اهو كده. اول ما هتصفر هوطي واسيبها ربع ساعه بالكثير وهوريكم عامل ازاي. يلا بينا. بصوا بقى الطعميه وجمالها، شفتوا عامله ازاي؟ ايه رايك حبايبي؟ يلا نطلعها، نقلبها وبعد كده نطلعها. كده بقى لها بالظبط ربع ساعه كده. هطفي وهطفحها من الالوان. نرفع بقى كده بسم الله. واو. اول ما تخلص بخار هفتحها واوريها لكم من جوه. ادي حبايب قلبي كده. بسم الله. هو بالظبط ربع ساعه. بصوا له من جوه. بصوا شايفين عامل ازاي؟ بسم الله. بصوا الحبايه مهريه. لا وعايز 10 دقايق مش ربع ساعه. بصوا لونه. بصوا بقى، يلا نحطه في كوبايات واوريكم. بصوا انا معايا الكوبايه فيها شعره شطه ومعايا نص ليمونه اهي. طب حط البتاع الاول. لا مش على الشطه كده عشان يتقلب. هعصر النص التاني هنا كده اهو. يلا بقى نحط عليها ونشوف الطعم عامل ازاي. بسم الله. بص حبيبي، مشروب هحطه. الشتا ده ايه رايكم بقى؟ تحفه تحفه، جميل جدا، لونه حلو قوي. هكمل الكوبايه التانيه واوريها لكم. وادي حبايب قلبي خلصنا في حله واحده. عملنا الحمص، عملنا الفول، طلعنا منه الفول بقوطه، عملنا فول ببيض، عملنا الحمص تحفه. خد 10 بعد كده لو هتعمليه اعمليه 10 دقايق بالظبط لو منقوع. لو مش منقوع بيطولي شويه عن كده. انا كنت نقعاه فقعد ربع ساعه فتهرى شويه، بس طعمه تحفه جميل جدا. عملناه. وطعميه عملناها في الكبه. بصوا شايفين خضرها ولونها تحفه بالشطه كده، طعمها حلو جدا. في حله واحده عملنا الحاجات دي. ده اللي فاض بعد ما عملت بصوا عامله ازاي. فاض معانا هنا بصوا كتير اهو بقيتها في الحله. وادي اللي عملناه معانا حاجات بسيطه مش غاليه، وحاجه في البيت انضف من الحاجات اللي بتشتريها من بره كتير جدا. الطعميه بخضرها شلت منها في الفريزر، وده هحطه في اكياس برده في الفريزر، وده هفضيه عادي في حله عاديه ويتسخن. ايه رايكم؟ يا رب يكون النهارده الحلقه عجبتكم وكل سنه طيبين. خلاص بقى داخلين على رجب ورمضان بقى وخلاص الايام بتجري. هنقعد بقى ندمس وطعميه وفول وحاجات بقى كده. ايه كل سنه وانت من حبايب قلبي. والشتا بقى الحاجات السخنه هي فعلا انجزت معايا بالظبط. انا دخلت المطبخ يعني حاجات عملناها بتخش يعني ده في خد 4 ساعه ساعات. بالظبط، ده 10 دقايق. حاجات كانت بتاخد مني وقت كبير قوي. خلاص مفيش كان وقت. ممكن تاخد 4 5 ساعات. ايدي ورجلي في المطبخ يا جماعه تحفه، هاتوها على ضمانتي، جميله جدا. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش حبايب قلبي اللايك والشير والاشتراك في القناه والتعليقات. والسعد. يلا نستعد رمضان بقى بحاجات جميله جدا، استنوها مننا. ونشوفكم في فيديو السلام جديد يا جماعه. عليكم.